السلام عليكم. حان موعد مباراة الدوري المصري، مباراة نادي الزمالك في مواجهة نادي السكة الحديد. يلا بينا نبدأ المباراة. طبعا انا غير التشكيلة، طبعا انا خليتهم في المستوى الهجوم. مرحبا بكم ايها الاعزاء الكرام، ايها المشاهدين في كل مكان. هيا بنا لنشاهد متعة القلعة البيضاء ولعبه. هيا بنا لنشاهد كرة حقيقية تجمع بين نادي الزمالك ونادي السكة الحديد. ايام زمان الزمالك والسكة الحديد، وكان السكة الحديد كان منافسا للدوري المصري زمان. لكن ان شاء الله الجيل التالي يرجع السكة الحديد كما هو نادي السكة الحديد، ويرجع اصله السكة الحديد مرة ثانية. اما الزمالك بتاريخه العظيم، بتاريخه المجد، تصويبه من هنا جول ممكن، لكن هنا بتاريخه المجد يهزم ويتسيد في البطولات. طبعا لما توليته طبعا الدرجة الثالثة والدرجة الأولى، لكن هذه بينية. لكن كرة عند النجم الجزائري، يعد الجزائري دائما الجزائر خطر. الهداف لا تقول لي لا، الهداف مصطفى محمد، الهداف لا تقول لي لا، هداف الفريق بالفطرة. الزمالك يدير ويسجل الهدف الأول عن طريق يا سلام، ولكن لا يزالون يسيطرون على النتيجة. يا سلام. لكن جملة وان تاتش مرة من جديد إلى كرة يا ولد عدى ممكن العرضية، ممكن العرضية، ممكن تسديدة، ممكن التاني. الحارس قام بعمل استثنائي. لو تتذكر الأيام كانت متعة هشام ياكان ومعتمد جمال، ومتعة من نادي الزمالك وفاوز، ومدرسة الفن والهندسة تعيد الزمالك إلى نقطة البداية، تعيد الزمالك وتمنحه الألقاب. الزمالك كما هو الفارس من فرسان الدوري المصري ويحارب إنه فارس من فرسان الدوري المصري، وإنه فارس يحارب في الدوري المصري. الزمالك العاشق للبطولات، الزمالك فارس يحارب في أي بطولة، سواء في الكونفدرالية، سواء في ماتشات الأفريقية، وفي ماتشات الدوري. طبعا هذه التسديدة لمصلحة نادي السكة. البناء من الخلف. تعادل 1-1 يكفينا لأن الزمالك والسكة الحديد هم تاريخهم العريق. موقع في القائم الخلفي، استلام مرة من جديد، تمريرة إلى اليمين، مرة من جديد. يا سلام. لكن قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. عند الجزائري هيعمل ايه السلام. لكن فين لاعب جيد، واحد ضد واحد. السلام. لكن الدفاع مرة من جديد، رائعة تمريرة. لكن كورة، هل ممكن الحاجة؟ تصيب من الريان، مش معقول. أحمد ياسر ريان مش معقول. حتى الآن نهاية الشوط اللقاء الأول، تقدم لنادي الزمالك على نادي السكة الحديد 1-0. مباراة كانت شيقة جدا بهدف النجم الأناكوندا مصطفى محمد. إلى اللقاء مع الشوط اللقاء الثاني. يبدأ الشوط الثاني يا أصدقائي من جديد. الزمالك بتاريخه العظيم، طبعا الزمالك بمجده يترنم في سماء البطولات كما تقول. وأنا لم أمدح ولم أجمل،
فإني أقول الحقيقة نعم، فإن نادي الزمالك يتزين بالأبيض الكبير. أما نادي السكة الحديد فتذكر زي ما يذكر، لكن الكرة ريان مرة ثانية منطلق ريان مش معقولة، لكن طبعا الريان طبعا يحاولون العثور على اللاعب أما المستهدف. أحمد ياسر الريان ليه موهبة ما جربش ده مع النادي المصري، لكن نادي الريان هيعمل ايه؟ ريان احمد ياسر هيعمل ايه؟ يحتفل بالكرة بشكل جيد. ريان العرضية تصويبه محاولة صعبة للحارس. مش معقول، لكن الآن الركنية من جديد هنشوفوا طبعا العرضية تتنفذ ازاي، تسديدة من هذا الزاوية. العرضية والتصوير والهدف الله قلت لك الزمالك يزأر زأر الزمالك وسجل الثاني. ثنائية زملكاوية للعيبة الكبيرة، كما أن الزمالك اكتشافه دونجا يسجل. مصر أنجبت من يا سادة، مصر أنجبت ناديا كبيرا مثل الزمالك السلام عليكم من جديد. إلى فتوح إلى ريان تصويب مصر أنجبت من يا سادة، فمصر أنجبت نادي الزمالك، وأنجبت النادي الأهلي، وأنجبت السكة الحديد وإسماعيلي وغيرها من الدوري المصري. فلو كان الزمان كان سبق بالسكة الحديد بلاعبينته الكبيرة، فماذا يكون شكل الدوري المصري بالإسماعيلي والاتحاد السكندري وبلودية المحلة والغزل المحلوية الجماهير. لكن نفسي الأندية ترجع وتشرف مصر وترجع، والإسماعيلي بالذات يرجع أفريقيا ثاني ويشرفنا إن شاء الله. تمرير فقدان الاستحواذ. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. قد يتمكنون حقا من إزعاجهم هنا. لكن هنا الدفاع. النادي الحقيقي ليس ببطولاته، لا، بل بمجهوده، وليس بالبطولات بل بالتكتيك المنظم. تمرير محاولة تمريرة بينية. الخطورة، لكن هنا يا سلام، هنا كورة، هنا جول دي جول أنجبت لاعبا كبيرا اسمه مصطفى محمد. أنجبت لاعبا كبيرا اسمه مصطفى. يجري الفريق تغييرا. ماذا فعل الزمالك اليوم؟ الخطين الحمراء، لا تزال النتيجة تحت السيطرة، ولكن هذه دعوة للاستيقاظ. يا زمالك طبعا الصفقات تمريرة بينية ريان، استلام من أحمد ياسر ريان اللي بدأ يهدم عن الشمال، استلام من مصطفى، لكن أحمد ياسر ريان تدخل في الوقت المناسب. من جديد. هنا كورة هنا اللمسات، لكن هنا متلاقيش غلبين. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. نادي الزمالك الصراحة عمل هجومي. أيها الأعزاء الكرام، أيها المشاهدين في كل مكان، الزمالك يختمها ب3 نقاط غالية. الزمالك يختمها ويصل إلى النقطة 22، وكما هو متسيدا متصدرا للدوري المصري الممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا استمتعت بهذا الهدف. إليكم الأهداف. طبعا هذا الهدف الجميل، طبعا الهدف الصراحة اللي أعجبني وادي الهدف الثاني، الطريقة الزملكاوية. يا سلام، ركنية. والآن تأتي
في فرصة الزمالك من جديد، أحمد ياسر ريان، لا مصطفى محمد. طبعا هذه تمريرة من يا سلام، قد تكون هي الهدف. نعم يا الهدف. طبعا يا أصدقائي، بعد فوز نادي الزمالك اليوم على نادي السكة الحديد بثلاثية نظيفة، وطبعا والزمالك بيصل للنقطة 22 متصدرا منفردا. طبعا الزمالك في حاله ملهوش دعوة بحد، الزمالك كبير كما هو كبير. طبعا كان مع كده خلصت حلقتنا. طبعا الفيديو الماضي هنقابل طبعا صاحب المركز الثاني بجمهورية شبين على أرضه. طبعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم سيف أسامة من قناة مسلسلات ألعاب مع سيف وفاء. إلى اللقاء، إلى المباراة القادمة.